سلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، ولكن قبل ما ندخلوا في الوصفه ما تنسونيش من لي لايك ديالكم ولي كومونتير، واللي ما مشتركاش شاركي اختي باش يوصلك الجديد ديالي. واليوم غادي نشارك معكم واحد البسيطيرات بالطون. لوصفتنا كنحتاجو فلفله خضراء وحمراء اللي قطعتهم مكعبات صغار، 150 غرام ديال الشعريه الصينيه اللي فزقتها في المطايب وقطعتها طريفات صغار، 2 العلب ديال الطون، 2 بصلات مشلضين، وشويه ديال الشامبينيون الكميه اللي بغيتو، والعطريه ديال السمك مع الفلفله حمراء، بودره الثومه والملح. في مقله غادي نديرو شويه ديال الزيت، وغادي نضيفو البصله ديالنا ونبداو نشحروها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. وحنا كنشحرو نضيفو الشامبينيون ونبداو نخلطو بهذه الطريقه، ونبداو نحركو بهذه الطريقه كما كتوضح لكم الصوره. من بعد نضيفو الفلافل ديالنا. في هذه المرحله في هذه المرحله هذه فاش ضفنا الفلفله ما نخليوش الفلفله ديالنا مده طويله فوق النار. نضيفو دابا العطريه ديالنا وحنا تنحركو بهذه الطريقه حتى يندمج الكل والمواد اللي عندنا يتشربوا العطريه. من بعد نضيفو الشعريه الصينيه ديالنا بهذه الطريقه هذه وحنا تنحركو كما كتوضح لكم الصوره. ومن بعد نطفيو البوطه ديالنا ونضيفو في المرحله الاخيره الطون. نضيفو 2 علب ديال الطون ديالنا ونحركو حتى يندمج لينا الكل كما كتوضح لكم الصوره. وها هي الحشوه ديالنا وجدات. انا عندي الورقه ديال الدار ما غاديش ندهنها لان دهنها ديجا. غنبدا ناخذ الحشوه ديالي ونطوي بهذه الطريقه. نتوما بامكانكم تطويو بالطريقه اللي بغيتو، ديروهم على شكل دائري ولا دي سيجار ولا الشكل اللي بغيتو. ناخذ واحده اخرى كما كتشوفوا وناخذ شويه ديال الحشوه ونطويها بهذه الطريقه على شكل مربعات، شكل بسيطلات مربعين بهذه الطريقه. ونسد بالدقيق. اللي ما بغاش يسد بالدقيق والماء ممكن يدير بيض البيض، انا كنفضل الدقيق والماء، وانتم ديروا اللي بغيتو. بهذه الطريقه هذه ناخذ واحد الورقه نحطو فيها شويه ديال الشعريه الصينيه ديالنا والطون شويه ديالنا، ونبداو نلصقوا بهذه الطريقه حتى نكملوا البسيطيلات ديالنا كاملين. هانتوما معايا بهذه الطريقه نديروا الدقيق والماء ونسدوا بها بهذه الطريقه. من بعد نوضعوهم في الصينيه اللي كتدخل الفرن بهذه الطريقه. في هذه المرحله راه الفرن عندي ساخن. ملي غادي ندخلهم غادي نقص على النار، ماشي نقص بزاف، نردها. من بعد ما ندخلهم نقص درجه الحراره على نار متوسطه بحال هذا الشكل. هاد المرحله ممكن تزينوهم، انا خليتهم حتى الاخر وزينتهم بشويه ديال الفرماج والهريسه والمعدنوس والحامض، وانتم لكم الاختيار زينوا باش ما بغيتوا. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الفيديو حتى لهنا سالا. الى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا.